شهدت الإمارات موجة مطرية غزيرة عمت كافة أرجاء الدولة نتيجة تأثرها بمنخفض جوي مصحوب بأمطار غزيرة وسقوط حبات كبيرة من البرد كست الرمال الذهبية للصحراء رداء أبيض في مشهد نادر الحدوث. طلال الهنداسي والتفاصيل. سجل يا تاريخ، سجل يا تاريخ. غرسنا في الثلج، غرس في الثلج. ليست في موسكو ولا في أطراف قطبي الكرة الأرضية، أنها الإمارات بردائها الأبيض بتاريخ هذا اليوم، حيث اكتست شوارعها وصحراؤها بحبات كبيرة من البرد. موجة بردية هائلة شهدتها العاصمة أبو ظبي ومدينة العين نتيجة سقوط كثيف للبرد حولت الساحات الخارجية لفرصة لتخليد لقطات لن تغيب عن ذهن الفرد في الإمارات الذي ارتبطت ذاكرته بظهور الشمس أغلب أيام السنة. فالموجة المطرية الهائلة التي سجلتها الإمارات اليوم تعتبر نادرة وتاريخية. فمنذ الصباح الباكر لليوم بدأت الحالة المدارية تتعمق للدولة من أطراف أبو ظبي مصحوبة بأمطار غزيرة غمرت بها أغلب مناطق العاصمة، ثم بدأت الحالة بالتحرك تدريجيا حتى دبي والشارقة وباقي إمارات الدولة بشكل متوازن تقريبا. وشهدت أغلب أودية الدولة والسدود تسجيل معدلات قياسية، كما سجلت كميات الأمطار معدلات قياسية هي أيضا ومستمرة حتى كتابة هذا التقرير. الأجهزة الشرطية مشكورة كان لها دور فاعل ومؤثر في تخفيف حدة المخاطر عبر تنبيه الجمهور على أجهزة الهواتف الذكية بضرورة توخي الحيطة والحذر من تقلبات الطقس، وعبر مختلف أذرعها في ضمان انسيابية الحركة في الطرقات العامة. وكان للجهود الاستباقية والتحذيرية في تحويل العمل عن بعد للمؤسسات الحكومية والمدارس دور في تقليل المخاطر على الطرقات العامة التي كانت فقط للعاملين في وظائف خاصة تتطلب منهم الحضور شخصيا. هذا وكانت بلديات الدولة قد ساهمت بشكل سريع في شفط المياه من الأماكن المنخفضة أولا بأول. وهذه اللقطات من تصوير فريق مركز العاصفة.